دي آخر مباراة شارك فيها العميد حسام حسن كلاعب مع منتخب مصر ضد كوت ديفوار في 2006 دور المجموعات، والماتش ده خلص 3-1 لمنتخب مصر. تعال أوريك ملخص سريع كده للماتش ده وإيه اللي حصل فيه بعد ما مصر نزلت ضغطة جامد جدا على كوت ديفوار، وقدرنا نسجل هدف للمتعب عماد متعب بعد تكملة على رأسية عبد الظاهر السقا، وكان هدف من تكملة مميزة لعماد متعب. وبدأ الماتش يدخل في نطاق آخر ومصر ضغطت أكتر، وبعد كده كوت ديفوار مسكت كورة. وتعالى أقول لك إيه اللي حصل. لا ده كوبري على الماشي كده من تريكا ليايا توريه نجم برشلونة في نص الملعب، وبعد كده ترقيصة للمدافع الآخر أبو تريكا. الماتش ده كان اون فاير حرفيا، وعشان كده هو كان بيتقال عليه إنه لعيب مش مهاري من الزملكاوية، فكان بيلبس كباري ليايا توريه كده أكنه بيلبسه الحمادة شنح، مش لعيب عالمي ولا أي حاجة. ولكن في الدقيقة 30 تقريبا كده حصل حاجة ما كانتش على البال وعلى الخاطر، وهي إصابة أحمد حسام ميدو. وهنا جت اللحظة الفارقة، نزول العميد لاعبي العالم حسام حسن. نزول حسام حسن وهو عنده 40 سنة عشان يلعب ضد مين؟ ضد منتخب كوت ديفوار. مش بس كده، حسام حسن كان قريب جدا 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 من تسجيل هدف في الماتش ده. ومش بس كده، عمل 2 اسيست، منهم كورة طبعا كان عايز يحطها في الشبكة ولكن قلشت من على دماغه وراحت لمتعب، ومنهم الاسيست العالمي اللي عمله لتريكا. يلا مع بعض هتشوفوهم في الفيديو ده بكل تأكيد، عشان دي كانت آخر مشاركة للعميد ضد كوت ديفوار. وبعد كده ابتدى الضغط الإجواري على منتخب مصر زي ما انت شايف كده، ولكن أحمد حسن قدر يعمل باكورد ويشتت الكورة الخطيرة اللي لو كانت راحت المهاجم كانت هتعمل شكل خطير على منتخب مصر وعلى عصام الحضري. وبعد كده الحضري اتصاب في الكورة دي. بعد كده استمر برضه ضغط من منتخب كوت ديفوار زي ما انت شايف كده، وانا اصريت ان انا اجيب كوره من الكرات الخطره دي، وهي الكوره دي بالذات عشان ابرز دور نجم من نجوم البطوله، وهو محمد عبد الوهاب اللي منع هدف مؤكد من على خط الجون. وبعد كده عصام الحضري كمل في الكوره الثانيه. يا ريت كلنا ندعي لمحمد عبد الوهاب زينه الشباب ان ربنا يرحمه ويغفر له. واكيد الضغط الايفواري ده مش هيخلص كده بسكات، فعلا خلص بهدف التعادل من ارونا كونيه اللي ليه اغنيه شهيره من المصريين بعد البطوله دي اللي هي بتقول يا دروجبا قول لارونا الفراعنه روحونا. ولكن الهدف حلو والتسديده حلوه مفيش كلام. نزلنا الشوط الثاني ضاغطين اكتر لحد ما جه الهدف العالمي ده بتاع ابو تريكا بشماله بتسديده لا تصد ولا ترد، بتكنيك رهيب من تريكا بوش رجله في البعيده بطريقه غريبه انا ما شفتهاش من حد غير من تريكا تقريبا. بعد اسيست عالمي لعميد لاعبي العالم حسام حسن، عمل له اسيست كده بباص ثرو باص بوش رجله الخارجي، حاجه ما يعملهاش غير لعيب كبير قوي قوي قوي. رغم ان حسام حسن كان عنده 40 سنه في البطوله دي، ولكن لعب ماتش الكونغو وجاب هدف، ولعب ماتش كوت ديفوار ده وقدم اداء مقبول وعمل هدفين، وكان في منهم كوره ممكن يسجل فيها كمان. وبعد كده مصر أحرزت الهدف الثالث بعد جملة جميلة بين بركات وأحمد حسن، وأحمد حسن عمل عرضية لحسام ولكن حسام ما قدرش يستغلها أو ما قدرش يلمس الكرة يوصل لها عشان توصل لمين؟ توصل للمتعب عماد متعب اللي يلعبها بتشب كده وبلوب من فوق حارس المرمى، ولكن للأسف تخبط في العارضة وترجع لحسام حسن اللي كانت الشبكة فاضية قدامه، ولكن الكرة قلشت من على دماغه بشكل غريب جدا. وزي ما انتم شايفين كده الحسرة كانت على حسام حسن بسبب انه ما قدرش يحط الكرة دي في الشبكة، وراحت لعماد متعب اللي كان مرزق بشكل كبير جدا الماتش ده عشان يحط الكرة في الشبكة ويبقى الهدف الثاني ليه في المباراة بعد اسيست ثاني لحسام حسن. ده كان ملخص سريع كده لاخر ماتش للعميد حسام حسن ضد كوت ديفوار، والاسيستين العالميين اللي عملهم، واداء ابو تريكة الخيالي والكوبري بتاع يايا توريه. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير ومتابعة وسبسكرايب لقناة اليوتيوب كمان عشان تدعمني واكمل اللي انا بقدمه. وبس كده، سلام.